السلام عليكم. بكاء الإعلام الجزائري مستمر بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب الكاميروني في ربع نهائي كأس إفريقيا بهدفين دون مقابل. شاهد ماذا قال محلل إحدى القنوات الرسمية. في بلاتوهات بعض القنوات الجزائرية تتحول الاستوديوهات إلى غرف عمليات تفتيش عن أي هفوة تبرر الفوز المغربي بعيدا عن كرة القدم، من البكاء الرياضي والتركيز على الكواليس المزعومة. هذا ما قاله مقدم برنامج في قناة جزائرية رسمية: يا جماعة، ما شاهدناه اليوم في الرباط ليس كرة قدم، الكاميرون ذبحت من الوريد إلى الوريد. كيف يعقل أن تنتهي المباراة ب2-0 والتحكيم يتفرج؟ أين الVAR؟ أم أن الVAR يشتغل فقط عندما يتعلق الأمر بالمنتخبات الأخرى؟ ثم رد عليه أحد المحللين الذي يسمي نفسه خبير الكواليس: اسمعني جيدا يا سي مراد، القضية ليست قضية هدفين، القضية أن الكاميرون دخلت المباراة وهي منهزمة نفسيا بسبب الضغط الرهيب في الممرات. هل رأيت كيف كان الحكم يبتسم للحارس بونو؟ هذه الابتسامة وراءها 1000 علامة استفهام. ثم الهدف الأول، هناك شك في وجود تسلل بمقدار 2 ملم، لكن المخرج لم يعد اللقطة من الزاوية التي نريدها نحن. يا أخي، حتى العشب، هل رأيتم كيف كانت الكرة تجري بسرعة لصالح لاعبي المغرب وتتوقف عند لاعبي الكاميرون؟ هناك تكنولوجيا سرية في أرضية الملعب، أنا متأكد. نحن نعرف من يدير اللعبة في الكاف. الكاميرون واجهت 12 لاعبا وليس 11. الحكم كان هو المهاجم الخفي.